عقل النهار اللي علمتيني كيفاش نسجل الهدف. هذاك النهار قلتي لي شي حاجه مهمه بزاف بالنسبه ليا، قلتي لي نشوف فوس العينين ديال الحارس ونشوف ردة الفعل ديالو مزيان، واكيد غادي تبان ليا الجهه اللي غادي نقفز ليها. وقال لي كنشوف دابا البراءه في عينيك، ولكن محتاج اكثر، محتاج تقول لي انك ماشي انت اللي درتيها، عطيني شي اشاره ولو تكون صغيره باش نقدر نمشي. غادي تجي لعندو ريحان كنت كتقلب عليه، هو يقول لي ها صافي انا جاي، وغادي يمشي. جيدا غادي نشوفوها متوتره وعيات من اتصل بجميله، فجاوبتها جميله قالت لها راني ما سمعتوش، وهي تقول لها جيدا راه خاصنا نسربيو، امير راه مشى يتلاقى مع الراجل اللي ضربني. جميله غادي تصدم وهي تقول لها جيدا سيري للمستشفى دابا، وصلي قبل منه ولقاي محي الدين وما تخليهمش يتلاقاو. غادي تطلب منها باش تلقى شي طريقه، وإلا اكتشف امير الحقيقه غادي يمشيو هما بجوج للسجن. جميله غتطلب منها الاسم ديال المستشفى وحتى الاسم العائلي ديال محي الدين. من بعد نمشيو عند كمال، غنشوفو بالمكتب ديالو كيتذكر الهضره اللي قالت ليه نسرين فاش كان كيتخاصم مع دنيا، وانه خاصو يستمتع بالحياه ويقول لي مخبي الداخل ديالو لان الوقت كيدوز بسرعه. وغادي يبقى يتذكر الهضره اللي قالت ليه دنيا وقال اش كندير انا. من بعد غادي نشوفو سعديه جات لعند كمال وجات ليه القهوه ديالو وقالت ليه واش كتفكر في حكمات، وقالت ليه واش كاين احسن من الاخ. غادي تجلس حداه وقالت ليه الا قلت لك ما تحزنش غادي نكون قلتها على والو، باذن الله غادي يكون بخير بلا ما تقلق عليه. وحيت شافتو مازال مقلق قالت ليه ما مقلق على الدنيا حيت راني سمعت الغوات ديالكم. كمال قال ليها راني ما كنتش عارف اش كندير. سعديه قالت ليه هادشي راه كيوقع ما بين الخوت، غير غوتي عليها انت راه ماشي خلتيها. وغادي يكون كيلوم راسو حيت ولا عصابي وكيتقلق بزاف. سعديه قالت ليه واش ساهل اللي عشتيه انت، الحمد لله فاش ما حماقتيش، انت راه كدير كلشي باش ما تخلي حتى شي واحد يتقلق، وما عمر ما شفتي واحد بحالك. وبلا ما تفكر انك قلقتي دنيا، انت غادي تلقى شي طريقه باش غادي تصالحي معاها. وغادي تاثر سعديه بزاف، وحتى هو غادي نشوفوه تاثر والعينين ديالو كانوا مدمعين. ومن بعد غادي نشوفوا ان جميله غادي توصل معطله، غادي يبان ليها امير وريحان وصلوا قبل منها المستشفى. امير غادي يطلب من ريحان باش تستنى برا حيت هو كيفضل يهضر معاه غير بوحدو حيت ما عارفش اش غادي يقول. وريحان قالت ليه انت خايف تغضب وما بغيتيش نشوفك في هذيك الحاله. هو قال ليها غير بالاشاره، وهي تقول ليه ريحان كلشي غادي يكون مزيان وخلي راه بريء وغادي تبان البراءه ديالو بشي طريقه. جميله من بعد غادي تكون مخبيه وكتشوف فيهم. ريحان قالت ليه صافي كيما بغيتي انت سير وانا غادي نتسناك هنا. هو غادي يفرح من ردة الفعل ديال ريحان لانه ما كانش باغيها تحضر معاه، وهو غادي يمشي وهي قالت ليه غادي نبقى كنتسناك غير في الباب. من بعد نشوفوا ان جميله غادي تحاول تدخل بلا ما تشوفها ريحان، غير غادي تشوف ريحان دارت هي غادي تستغل الفرصه وغادي تدخل. امير غادي يشوفوا في الاستقبال وجميله راه كاينه موراه، هو ما صافي غادي يدخل. من بعد ما غادي يقولوا له الرقم ديال البيت فين كاين محي الدين، وهي غادي تتبعه. هو غادي يمشي في لاسانسور وهي غادي تطلع في الدروج، ولكن غادي يوصل امير البيت ديال محي الدين قبل منها، وهي غادي تشوفوه غادي تعصب. وغادي تجي لها واحد الفكره، غادي تمشي لعند الممرضه وقالت لها راه دخل واحد الراجل غريب للبيت ديال محي الدين، هو من العائله ديالي وغادي تطلب منها باش تخرجوا. الممرضه سولاتها اش كيجيها محي الدين، هي قالت لها راني قلتها لك هو راه من العائله ديالي. من بعد غادي نشوفوا ريحان كانت كتسناو متوتره وكتطلب الله باش يعاونهم، وما عرفاتش واش دارت مزيان فاش خلات امير يدخل غير بوحدو، ولكن في نفس الوقت امير هو اللي كان باغي يكون بوحدو وغادي تخاف توقع شي مشكله. غادي نشوفوا من بعد انا كمان مازال في المكتب ديالو كيشوف صوره ديال دنيا فاش كانت صغيره وكيتذكر الهضره اللي كانت قالت ليه. يعني فاش كانوا صغار فاش كانوا كيتناقشوا مع بعضياتهم وكيغلط كان كيكتب ليها رساله وكيعتذر فيها وكيكتب لها كنبغيك، كيحطها ليها مع الكتوبه ديالها. وقالت ليه واحد المره علاش ما كتقولها ليش مباشره، ولكن هو غادي يكون كيحشم بزاف وكيفضل يكتب هذاك الشيء اللي كيحس به وما يقدرش يقوله. ومن بعد غادي يمشي للبيت ديالو، غادي يلقى تذاكر اللي خدا لنسرين مقطوعين مرميين في الارض، غادي يهزهم وقال واش انا داير بحال هكذا كما قالت له نسرين. قال واقيلا انا هكذا فعلا كنقلقهم كلهم، ودابا جا الوقت باش نصلح كل شيء كما قلقتهم، خاصني نتعلم كيفاش نفرحهم. من بعد غادي يبان لينا امير هبط من البيت ديال محي الدين وكيبان عليه مقلق بزاف. فاش خرج غادي تقولوا ريحان واش مازال كيكذب الراجل، وحيت ما هضرش امير قالت ليه هو راه كيكذب وخالي بريء، انا عارفه انه ما دار حتى شي حاجه. وسولاتو واش هو مصدق هذاك الراجل اكثر من بابا
ومن الصوت اللي كاين داخل ديالو اللي مآمن ان باباه بريء. وقالت ليه كنت كنظن انه حيت غادي يموت ما غاديش يكذب وما غاديش يبغي يمشي بالذنب ديالو، غادي يعترف بالكذوب. ومن بعد غادي نشوفوا ان امير قال لها هو راه ما كذبش، هو راه ما قال والو، راه مات. غادي تصدم ريحان. ومن بعد غادي نشوفوا حتى جميله خرجت، وجيدان غادي تكون متوتره وكتسنى باش تصل بها جميله وترسل ليها شي رساله باش تعرف شنو وقع. غادي تجي عندها زينب وكتقلب على ملكه، وجيدان غتكون معصبه منها بزاف وقالت لها واش ما كتشوفيش يا راه ما كايناش هنا. قالت لها صافي راني معصبه بزاف وغادي نخرج الاعصاب ديالي فيك، بلا ما تدوري حدايا، ما بغيتش نشوفك، سيري بحالك. فاش مشات زينب عاد غادي نشوفوا ان جميله اتصلت بها وسولتها جيدان شنو دارت، واش قدرت تهضر مع محي الدين. ولكن جميله قالت لها راني ما قدرتش نهضر معاه، وهي غتغوت عليها. وجميله قالت لها صافي غير تهدني شويه، حتى شي واحد ما قدر يهضر معاه، حتى امير راه ما هضرش معاه. وهي تقول لها راه الراجل مات. حتى غنشوفوا ان جيدان فرحات بزاف حيت مات، تهنات منه وقالت صافي هو راه خرج من الحياه ديالنا، ولكن دابا وصلت الوقت ديال هذيك القرويه. وغتهضر مع جميله قالت لها دابا كلشي مزيان، وصلت الوقت ديال ريحان. وهي تقول جميله راني كنت غادي نقول لك انا راجل اللي سميتو طلال راه اتصل بيا وبغى يتلاقى معاك. غتفرح جيدان مزيان حيت كلشي غادي كما خططات ليه. من بعد غنشوفوا ان جميله من بعد ما كملت المكالمه مع جيدان قالت هذه المره ما غاديش تقدري تفلتي من العذاب ديال جيدان القرويه. وريحان غتكون مع امير. قالت ليه يقدر يكون راجل قالها لشي واحد قبل ما يموت. امير قال لها ما قالها حتى شي واحد، وقال لها بلا ما تبقاي تبزي عليا، اصلا بزتي عليا باش نجي. وهي تقول لي حلاوه خالي. امير قال لها اذا كان هو خالك فهو بابا، واش كنتي كتظني انني هادشي كله ما كيهمنيش؟ وغادي يطلب منها باش تسد الموضوع وتقبل الحقيقه. وقال لها انا كنحاول نتقبلها، وهاد المره هادي الاخيره ما تبقايش تحاولي تفائلي على والو وتخليني نجري موراك. وقال لها صافي يلاه باش نمشيو. ومن بعد غادي نشوفوا كمال غادي يكتب رساله للدنيا كما كان كيدير فاش كانوا صغار، حيت ما يقدرش يعبر على المشاعر ديالو مباشره، وقال لي بانه كيبغيها. فداك الوقت غادي تجي نسرين حيت نسات التليفون ديالها في البيت، وغادي ينوض وغادي يشدها من يديها وبقى كيشوف فيها وهي تقول ليه كان عليا ما ندخلش بيناتكم بين الاخت واخوها. هو قال لها راه عندك الحق، انا ضغط عليها بزاف. وغادي يشكرها وهي تقول ليه علاش. كمال قال لها حيت فكرتيني بالشخص اللي كنت نسيته وفي الماضي ما كنتش معصر هكذا. نسرين قالت ليه راه الدنيا ماشي هكذا دايره، هي باغيه غير تبغيها. كمال غادي يسولها واش هو راجل خايب. هي بقات كتشوف فيه قالت ليه لا، وغادي تكون حشمانه بزاف. ومن بعد غادي نشوفوها خرجت. وغادي تبان لينا جيدان مشات باش تلاقى مع طلال، وقالت لي كنتمنى تكون جميله قالت لك كلشي. طلال قال لها هي قالت لينا وحنا فهمنا. وغادي تكون جيدان متوتره بزاف خايفه من طلال. وطلال قال لها اللي قدامك راجل اللي باغي انت راجل تابعينو الموتى. هي تقول لي جيدان يعني انا الخدمه غادي تكمل هاد الليله وبلا اثار. هو غادي يبغي يعرف من طبيعه الحال على الفلوس. هي تقول ليه واش عرفتي الاسم ديال ريحان. طلال قال لها ما يمكنش ندير هذيك الخدمه بهذاك الثمن اللي قالت لي جميله. وهي تقول ليه غادي نعطيك الضعف ديال هذاك المبلغ. هو قال لها صافي اعتبري راسك تهنيتي من هذاك المبلغ، وغادي يمشي بلا ما تحس به جيدان. من بعد غنشوفوا ان ريحان وامير وصلوا للمستشفى. وريحان قالت لامير غادي يكون فرحان خالي الا جيتي، هو ما غاديش يبغي ينزل. وقال لها غادي ندوز بالليل او لا تصلي بيا الا احتاجيتي شي حاجه. من بعد غيبان لينا طلال حتى هو راه كيتسنى ريحان وكان كيشوف فيهم. ريحان غادي تهبط وغتكون متاثره بزاف بالمعامله ديال الامير معها، ومن طبيعه الحال انا ما قدرتش تثبت البراءه ديال الحكمات وغتبكي. من بعد نشوفوا ان امير صافي غادي يرجع للقصر وغيكون ندمان في الطريق حيت ما هضرش معاها مزيان، وكيذكر الهضره اللي قالت ليه هي ان حكمه فريق، ويذكر حتى الهضره اللي قال حكمه انه هو اللي حاول يقتل جيدان. من بعد غنمشيو للدار ديال كمال غنشوفوا تحسين كان كيغسل السياره، وغادي يجي لعندو كمال وسولو اش غادير من بعد ما يتزوج صاحبو، لانه كيعيش مع واحد صديق ديالو ساكنين في نفس البلاصه. تحسين قال ليه غادي نلقى شي بلاصه واحده اخرى. كمال غادي يطلب منه باش يجمع حوايجو ويجي يسكن تما يعني في الدار ديال كمال. ما غاديش يقبل تحسين، ولكن كمال قال ليه بلا ما تعارضني انا كنعطيك امر. وغادي يمشيو تحسين غادي يشكرو بزاف. من بعد نشوفوا ان ريحان مشات لعند حكمات وجلست حداه وقالت ليه انا عارفه كتسناني باش نرجع، ولكن ما عنديش اخبار زوينه لان الراجل راه مات. حكمه غادي تعصب
وغادي تجيه واحد الحاله هي غادي تخاف عليه بزاف، بدات كتغوت وكتجري باش يجيو الممرضات يشوفوه. غادي تجي فعلا واحد الممرضه غادي تشوفوه في هذيك الحاله، وقالت لا ريحان الحاله ديالو راها عاديه حيت هو عاد خرج من العنايه المركزه، وغادي نعطيو واحد الابره باش ينعس وغادي يرتاح، وطلب منها باش تستناه برا حتى يولي بخير وحتى يفيق. فاش غادي تخرج ريحان غتكون متاثره بزاف، اللي وقع من طبيعه الحال حكمات وانها ما قدرتش تبرأ حكمات تلقى الدليل. وجا عندها طلال وسولها واش هي بخير، وهي تقول ليه راه خالي جاتو الازمه، وقال لها بلا ما تقلقي كيوقع هادشي عادي. ومن بعد سولها طلال على راجلها وهي تقول ليه راه غادي يجي الليل. طلال قال لها احنا غادي نهتموا بالمريض ديالنا وانت خرجي للحديقه تشمي شويه ديال الهواء، وباش يكون خالك بخير خاصك نتيا تكوني بخير. وقال لها صافي غير خرجي للحديقه ومن بعد رجعي. وقال لها فهاد الامراض النفسيه ديال الشخص المريض او الناس اللي كيكونوا محيطين به، النفسيه ديالهم خصها تكون مزيانه، يعني هادشي مهم للعلاج ديالو. وقال لها ما تخليش خالك يشوفك هكذا، وانا غادي نجي لعندك ونقول لك على الوضع ديالو. ريحان غادي تشكره وغادي تمشي، وهو غادي يتصل بالرجال ديالو باش يخطفوا ريحان. وغادي يكون اخر مشهد في الحلقه ديال اليوم. كنتمنى ان الملخصين الاعجاب ديالكم، وكما كنقول لكم فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش تقدروا توصلوا كل جديد باذن الله. مع السلامه.